السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايبي جاي اعمل معاكم لحمة بطريقة جديدة. حبايبي هنعمل ايه ان شاء الله؟ دي لحمة حبايبي انا جايباها مقطعاها حتت صغيرة. هنحط هنا سمنة وهنشوحها فيها بملح بفلفل. ماشي. واول ما تستوي حبايبي وهسيبها بقى لحد ما تستوي خالص. بعد ما تستوي ان شاء الله هنحط معاها فصين توم مع السمنه اللي هي الادام اللي هيبقى فيها، علشان خاطر هو ده يعني بطعم الفخاره، هيبقى طعمها جميل جدا. هي هتعتبر زي لحمه متحمره، بس الصعايده هم اللي بيعملوها كده حبايبي. ان شاء الله تعجبكم، والفيديو نور اعجابكم. ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يعني احنا عندنا كصعيدة بنسلق اللحمه، وبعد كده نشيلها من الشوربه ونعملها بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، ان انا احطها في الفخاره واحط عليها سمنه وتتحمر فيها. يا اما بنعملها كده نيه ونسويها، نحط عليها ميه بعد ما نحمرها شويه في السمنه، ونحط عليها ميه ونسيبها تستوي زي ما انا هعمل، وهتبقوا معايا في الفيديو واحده واحده ان شاء الله. صلوا على رسول الله حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ربنا يجعلني ينفع عليكم وغيركم حبايبي، واكون ضيفه خفيفه قادره اوصل لكم المعلومه، وقادرين تستوعبوا مني اي حاجه بعملها، وتكون اي حاجه بنزلها لكم تكون بتعجبكم. خليكم معايا. بص حبايبي، حطيت الطاجن على النار زي ما انتم شايفين كده، وحطيت فيه سمنه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنسمي الله. كده حبايبي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بندي للحمه صدمه كده حبايبي من الجنبين عشان تغير لون وتتحمر مع السمنه والفلفل الاسمر اللي احنا حاطينه. ماشي كده. كل ما تلاقي حته غيرت لونها اللي بيها على الحته اللي هي ايه لسه ما خدتش لون. بس بيبقى طعمها جميل جدا يا حبايبي، حقيقي والله بيبقى طعمها جميل، سواء ان كنتي سلقاها وطلعتيها عملتيها زي ما انا ما بعملها كده، او عملتيها برضو ني في ني زي ما انا ما بعمل كده. كل حاجه وليها طعمها حبايبي، بس في كلتا الحالتين هي بيبقى طعمها جميل جدا. جربوها حبايبي هتعجبكم. خليكم معايا. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله جدا جدا يا حبايب قلبي. كده نسيبها مع السمنه كده حبايبي، تاخد وتدي كده مع نفسها. اذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. خليكم معايا يا حبايبي. بصوا حبايبي كده بعد ما يعتبر خدت لونه هنا هنسمي الله ونزودها ميه عشان تستوي. ماشي. غطينا اللحمه كلها بالميه اهو حبايبي، عشان ايه تخش في السوا. اول ما تستوي ان شاء الله كده، اول ما تستوي ان شاء الله واحس ان هي استوت هنغطيها وهوطي عليها النار. واول ما احس ان هي استوت هتبقوا معايا واحده واحده، وهوريكم انا هعمل ايه حبايبي. بس ما تنسونيش في دعوه حلوه في الكومنتات، وتحطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك وصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خليكم معايا يا حبايبي. دي اللحمه يا حبايبي بعد ما حمرتها زي ما انتم شايفين كده، رميت عليها فصين توم بعد ما نشفت الميه اللي فيها حبايبي، وحمرتها فيها زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله جدا. يا ريت تجربوها حبايبي، هتعجبكم جدا جدا.
احلى من المشويه كمان يا حبايبي، وحاجه خفيفه وجميله. ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم، ويصلح حالنا وحالكم، ويشفيني ويشفي مرضى المسلمين. متنسوش تحطوا اللايك، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تذكروا لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.